كاينين شركات كيوصلوا لواحد الوضعيه انهم مهدين بالافلاس ولا ما قادرينش يخلصوا الديون اللي عليهم، وكاين اللي كيوصل حتى لانه يكونوا عنده حجوزات في الريجستر دو كوميرس ديالو، وكيبقاو يتسناو في الفايت بلا ما يديروا حتى شي حاجه. هنا كنقول لكم القانون عطيكم الحق انكم تتبعوا واحد المسطره كتسمى مسطره انقاذ. هاد المسطره انقاذ كتقدروا تنقذوا بها داك المشروع ديالكم ولا ديك الشركه ديالكم، وكيعطيكم واحد الاجل اللي تقدروا تخلصوا فيه الديون ديالكم، كيمشي حتى ل5 سنين. هاد المسطره كيقدمها ولا هاد الطلب ديال مشروع انقاذ كيقدموا رئيس الشركه، ماشي الكونطابل، ماشي شي واحد اللي مكلف لك في الشركه ديالك. كيقدموا رئيس الشركه، هو اللي كياخذ الدوسي وكيمشي. يقدر الكونطابل كيخدم لك هو الدوسي، ولكن انت كتاخذ الدوسي وكتمشي. علاش؟ حيت من بعد عاوتاني كيتصلوا بيك وكيعيطوا لك في غرفه المشوره ولا شامبر دو كونساي باش يسمعوا الاقوال ديالك، وعليهم كيتبازوا باش كيديروا ليتود ديال الدوسي ديالك وكيشوفوا واش يقبلوه ولا لا. بعد غنقول لكم شنو كيدار. الوغ هذا الطلب شنو كيكون فيه واحد الدوسي اللي كيف قلت كيخدموا لكم الكونطابل، فيه بزاف ديال الوثائق. من بينهم كاين مخطط انقاذ. هذا مخطط انقاذ كيكون عباره على واحد الغابور كيقادوا لك الكونطابل، كيكون فيه تقديم ديال الشركه، الوضعيه اللي واصله ليها الشركه، الحجوزات اللي عندكم، الديون اللي عندكم، شنو الحوايج اللي خلاوكم ولا الاسباب اللي خلاوكم توصلوا لهذه الوضعيه، وشنو الحلول اللي كتقترحوا. وكذلك كتقدروا تقدموا ضمانات في هذا البروجي باش كتدعموا داك المخطط ديالكم. الضمانات مثلا كيقدر ان رئيس الشركه يحط الا كان عنده شي ملك ديالو خاص كيحطو كضمانه، الا كان عنده مثلا يقدر انه يزيد في الكابيتال ولا راس المال ديال الشركه، كيقدر يقترح انه يطلع الكابيتال ديال الشركه ديالو. مهم كيحاول يتقل داك الدوسي بالضمانات ولا رهانات باش كيدعم داك الدوسي، وكيشجع رئيس المحكمه انه يوافق ليه على هذا الطلب. كذلك كيطلبوا لكم واحد اللائحه ديال المدينين والمدينون والدائنون، ما عرفتش واش قلتها. المهم لا ليست دي كريديتور ودي ديبيتور، استسمح على العربيه ديالي، راكم عارفين ما بين العربيه والفرنسيه في القرايه كنترونوا. المهم الاساس هو اننا نبسطوا المفاهيم العامه، الناس كاملين يقدروا يفهموا هذا الشيء ديالنا. كذلك كيطلبوا لك واحد لا ليست ديال لي شارج ولا دفتر تحملات. كيطلبوا لك واحد لا ليست ديال لي زيموبيليزاسيون، لا ليست ديال لي ستوك اللي عندك، واحد سيتوياسيون دو تريزوري ديال 3 شهور الاخرى. ريجستر دو كوميرس ما يكونش فيه 3 شهور، يكونوا باينين فيه دوك الحجوزات اللي عندكم. اخر بيلون تحط في لي زامبو. مهم واحد الدوسي كنخدموه كيكونوا فيه بزاف ديال الوثائق. كيف قلت لكم ملي كتخدم هاد الدوسي كيتعطى رئيس المحكمه. فين كيتوجه رئيس شركه؟ رئيس المحكمه كنعاودها بزاف، راه ثالث فيديو هذا كنعاود وانا كنقول غير رئيس المحكمه، ولكن دابا صافي ما بقيتش غنعاود. كيتعطى رئيس الشركه، هو اللي كيتوجه بهذا الطلب ديالو. هذا الطلب فين كيتحط؟ الطلب كيتحط في المحكمه التجاريه. واخا يكون السياج سوسيال ديال الشركه ديالكم تابع للمحكمه الابتدائيه، ما كتمشيوش للمحكمه الابتدائيه، كتمشيو للمحكمه التجاريه اللي تابعين ليها. ضروري انكم تمشيو للمحكمه التجاريه. هذا الطلب كيتحط من بعد كيعيطوا للرئيس ديال الشركه، كيمشي كيخلص الصندوق ديال الشركه واحد لي فخي على حساب كل دوسي، على حساب كل شركه. اخر دوسي كنا خدمنا كانوا عطاوه انه يخلص 20,000 درهم، ولكن شركه كنقول لكم كبيره عندها حجوزات كثار، عندها ديون كبيره، مهم شركه كبيره. كيف قلت كتبقى على حساب كل شركه وشحال غادي يخرجوا ليها لي فخي ديالها. كيستمعوا الرئيس الشركه في غرفه المشوره، من بعد كيديروا ليتود ديال وكيشوفوا واش غادي يوافقوا لك على الدوسي. الا كان الطلب ديالك معقول مزيان كتستحق مسطره انقاذ، داك المخطط اللي عطيهم تقدر تحققوا، كيوافقوا لك على الدوسي. سينو كيقدروا يعطيوك شي موديفيكاسيون ولا تبدل شي حاجه في هذاك المخطط اللي حطيتي ليهم ولا داك المشروع. علاش كيتسمى مشروع؟ حيت باقي ما توافقش عليه.
كيقدروا كيف قلت يطلبوا لك شي حاجه تبدلها. مثلا نعطيكم مثال، مثلا نتوما من بين الحلول اللي اقترحتوا انكم تنقصوا من البيرسونيل اللي عندكم، هنا ما كيوافقوش يطلبوا لك انك تبدل، حيت كيشوفوها من واحد الجانب انساني ولا جانب اجتماعي. انت غادي تقطع الناس رزقهم، غادي تخرج الناس ما غيبقاوش خدامين، هنا ما غاديوش يوافقوا لك على هذه القضيه. انا هذا غير مثال، راه كاين بزاف ديال الحوايج. كيف قلت يا اما يطلبوا لك موديفيكاسيون، ولا كيدوزوك للغودغيسمون ولا ليكيداسيون دو جوديسيير. كل حاجه غادي نشرحها بوحدها، فيديو بوحدها غنشرح الغودغيسمون وغنشرح حتى ليكيداسيون جوديسيير.